يا اهلا وسهلا. دلوقتي محتاج بس ان انت تحضر اي حاجه كده انت بتحبها تشربها دلوقتي، علشان دلوقتي هنناقش حاجه جديده من القضايا اللي كان بيتكلم فيها دكتور محمد طه عن العلاقات. وده لان العلاقات بشكل عام هي اللي بتحدد انت مين ووسط مين وانت بتنتمي لمين، هي اساس كل حاجه. محمد طه النهارده كان بيتكلم عن جزئين من العلاقات. عندك في علاقات او علاقه مسميها الحبل السري وعلاقه العمى. ودلوقتي هنبدأ مع علاقة الحبل السري وهنتكلم عنها أو هنناقشها بقى بشكل مفصل أكتر، لأنه فعلا وصفها بشكل ممتاز وحقيقي بيوصفها حرفيا بالشكل اللي أنت بتبقى نفسك إن أنت تحكي عنه أو إن أنت تعرف إن في ناس بالفعل بالشكل ده. فيلا بينا. بما إننا دلوقتي هنبدأ ونتكلم عن العلاقات، فأوسخ أو أصعب أو أوحش حاجة أنت ممكن تتعرض لها في حياتك وهي إن أنت تكون معلق حياتك على إنسان تاني، او ان انت تكون معلق دنيتك ومعلق نفسك ومعلق مستقبلك على حد تاني. هنا كان بيتكلم عن الحبل السوري ده، ومعناه او باللي انا فهمته يعني من الشرح بتاعه، ان هو بيتكلم عن ان انت دلوقتي بتبقى بتقول مثلا للطرف التاني انت مالي عليا حياتي، انت مالي عليا الدنيا، انت كل حاجة في حياتي. لا هو مفيش حاجة اسمها كده. انت لو واصل للمرحلة دي في علاقة ما، او انت الطرف التاني الموصل للطرف الاول العلاقة او موصل له وجهة النظر دي، فانت في مصيبة. انت دلوقتي الطرف التاني ده لا قدر الله في اي ظرف إن كان الطرف التاني ده ما كانش موجود، فانت خلاص كده انت انهارت، انت حياتك كلها انهارت. انت ما بقتش موجود. انت دلوقتي بتلغي كيانك وبتلغي وجودك في الدنيا وبتلغي كل حاجة تخصك وتخص انسانيتك، بانك بتقول خلاص انا حياتي كلها متعلقة بالشخص ده. ده طبعا ده كله متورث لنا وبيوصل لنا بشكل دائم وبشكل يعني مستفز عن طريق طبعا الافلام وعن طريق الاغاني. وانت الدنيا كلها وانت مالي عليا الدنيا. لا، انت لازم يكون عندك بديل، لازم يكون عندك حد تاني انت بتلجأ له، لازم يكون عندك بديل واتنين وتلاتة في كل حاجة. لازم يكون بديلك او مش بديلك، لازم يكون اصلك هو علاقتك بربنا. بعدين ابدأ شوف بقى ان انت مالي عليها دنيتي، انت حلو في حتة معينة. حتى لو انت متجوز، هي مجرد حاجة في حياتك انت بتكملها وهي بتكملك، انما مش هي حياتك. انت مش عايش بكيانك علشان حد. انتوا الاتنين بتتناقشوا او يعني بتساعدوا بعض علشان تكونوا انتوا الاتنين مكملين لبعض، مش ان انت مالي عليها حياتها وان هي من غيرك ولا حاجة ولا العكس. دلوقتي بالنسبة للجزء التاني اللي اتكلم فيه هو الحب الأعمى. وده هو عبارة عن مثلا ان انت كنت في علاقة او في ريليشن معينة في حياتك، والعلاقة دي خلاص انتهت. هي كانت موجودة مثلا او فترة في حياتك وخلاص الفترة دي خلصت. فانت بتحاول انت تدور على بديل للعلاقة دي او بديل للمشاعر اللي كانت جواك دي مع حد تاني. اذا كان مثلا وانت طفل لسه صغير مثلا مشاعر معينة اتجاه امك وانت خلاص هي ما بقتش موجودة، فقدتها مثلا، فتبدأ ان انت تدور على نفس المشاعر دي مع بنت تانية او مع حد تاني يحسسك بنفس الاحساس اللي انت كنت حاسه مع امك. نفس الموضوع مثلا لو انت كنت في علاقة مثلا او بتحب حد وهو فجأة الحد ده سابك ومشي او انت سبته ومشيت، بتبدأ ان انت تدور علشان انت الحب لسه مكبوت جواك، فانت بتبدأ ان انت تدور على اي حد تاني كان بيحسسك او في ريحة من الحد القديم اللي مش من عندك في حياتك. وللأسف دي شائعة اكتر ومكروهة اكتر ومشاكلها اكتر بكتير. دي بتسبب لك مشاكل وألم نفسي رهيب، لأن أنت بتكون معلق نفسك لسه في ذكريات الماضي وعايش جواه مع حد تاني. بتدخل نفسك مع حد تاني أصلا، والحد الشخص الجديد اللي بيدخل حياتك ده بيدخل جوه تروما، بيكون معاك في حياته، يعني هو بيكون دخل حياتك وهو عارف إن هو بديل لحد تاني. وانت كده كده بتكون بتتعامل معاه وبتكون متصالح معاه على اساس ان انت بتتعامل مع الحد القديم. فدي مصيبة سودة وكلنا للأسف واعيين فيها. كل واحد اتخذل من حد بيبدأ يدور على حد تاني ويبدأ يتعامل معاه بنفس المشاعر القديمة. كل واحد عنده مشاكل ما بينه وما بين والده ووالدته واخواته في البيت، بيبدأ يشوف ده بره ويبدأ يتعامل مع الناس بره على نفس المشاعر بتاعة البيت. فربنا يعفو عننا كلنا. وانت عشان تعرف حاجة زي دي، اعرف نفسك، شوف انت جواك كابت قد ايه، او انت بنفسك شوف انت سامع الناس قد ايه، شوف انت شايفهم كويس شايفهم صح، شايف انت بتتعامل مع مين ازاي. وده اللي هيحددوا لك هل المشاعر اللي بينك وبين الناس دي واصله لدرجه كبيره قوي. يعني مثلا لو انت مع بنت معينه انت واصل لدرجه مشاعر عاليه قوي، واصل لك احساس من ناحيتها كبير قوي. طب مثلا بني ادم مثلا وليكن صاحبك انت حاسس ان ناحيته مشاعر كتير قوي، جدعانه بقى وصحوبيه والكلام ده، ابدا ان انت حدد الحاجات دي علشان هي دي اللي هتثبت لك انت واقع في الورطة دي في الحب الأعمى أو في العلاقات العامية ولا لأ.
وبس ده كان يعني كان جزء بسيط كده، ولسه في فيديوز تانية كتير، علشان حرفيا كل نقطة في الكتاب محتاجة فيديو كامل تتشرح فيه. فبس لو لسه ما اشتركتش بس اشترك في القناة، عشان لسه في فيديوز تانية كتير هتنزل، وفي كتب اكتر هتنزل، وحاجات تانية اكتر هتنزل. وبس يلا.